السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض طريقة عمل البسلة باللحمة ان شاء الله، ونعمل معاها بإذن الله رز بشعرية. يلا بينا نشوف مكونات وصفتنا النهارده. معايا طبعا كده دي بسلة، طبعا انا فرطناها كده انا ابو حبيبه وحبيبه ومحمد كده، واحنا قاعدين والنور قاطع، قعدنا كده قطفنا يعني فرطنا البسله وقطعت طبعا كده جزرتين عليها بالشكل ده. ومعايا طبعا الرز، وهنا طبعا معايا اللحمه مغسوله كويس جدا. اللحمه اللي سعرها راح في داهيه خالص، ربنا يلطف بينا يا رب، ربنا يلطف بعباده ويرخي الاسعار ان شاء الله يا رب كده عشان الناس تقدر تعيش. ومعايا طبعا هنا كده عصير طماطم، ضربته وصفيت الطماطم بالشكل دوت عشان وقت الفيديو ما يطولش علينا طبعا. وهنا قطعت بصلاية كده تقطيع صغير. ومعايا طبعا بطاطستين كده قطعتهم مكعبات صغيرة عشان هنضيفهم مع البسلة. اللي مش حابب يضيف بطاطس مع البسلة عادي ممكن يستكفي، بس احنا بنحب نضيف لها بطاطساية كده او اتنين. ومعايا الزيت طبعا. وهنا البهارات بتاعة اللحمة، ملح وفلفل وكمون، واحدة مرقة دجاج، ومعلقة من الشوربة البيضة. ومعايا بقى طبعا طماطمايه وبصلتين كده وجزرايه متقطعه كده طرنشات وورق لورا عشان خاطر هنضيفهم لشوربة اللحمة. ومعايا الشعرية طبعا عشان نعمل احلى شوية رز بشعرية. طبعا الزبدة كانت خلصت من عندي وبعدت اجيب ما لقيتش طبعا لسه ما جابوش يعني، فربنا يسهل بقى نبقى نعمل الفيديو الجاي ولا حاجة لما نجيب. ومعايا طبق فاكهة كده مشكل تفاح وبرتقان وفراولة وموز كده، هنعمل بإذن الله أحلى سلطة فواكه بإذن الله مع بعض، كوكتيل حلو كده نحل بيه بعد الأكل. واسم الله طبعا حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي، وماشيين ببركة ربنا ودعوة أهالينا لينا الحمد لله، ودوار الشمس الجميلة اللي دايما تفتح النفس كده على التصوير. ودي كانت مكونات وصفتنا النهاردة. يلا بينا ندخل عملي مع بعض على طول ونشوف هنعمل ايه. معايا طبعا حلة على النار ملياها مية يعني عشان تغلي، عشان نسلق فيها اللحمة، وحلة تانية عشان نسبك فيها البسلة. معايا طبعا المية هنا كانت غلت بتاعة اللحمة، نزلت طبعا بقى بالمكونات بتاعتي الطماطم والجزر والبصل والورق اللورا. وهنا هنزل بقى بعد ما المية غلت طبعا ونزلت بالمكونات الجميلة دي، هننزل باللحمة كده طبعا على طول. اللي حابب يشوح اللحمة الأول بعد كده يضيف لها المية عادي، واللي حابب ان هو برضو يسلقها كده على طول عادي، ده شغال وده شغال، الطريقة اللي بتحبيها استخدميها. هغطي على اللحمة واسيبها بقى تستوي وهدي عليها كده يعني يعني نص ولعة كده، متبقاش هادية أو ولا عالية أوي عشان تستوي براحتها. وهنا في الوقت ده كانت المية التانية في الحلة التانية غلت معايا. هنبتدي ننزل طبعا بالبسلة والجزر الأول، هديهم بس كده ايه نص سلقة كده، وبعد كده هنزل بالبطاطس آخر حاجة. هتاخد بس غلوة واحدة مش كتير عشان طبعا ما تتهريش، لسه هكمل سواها في الصلصة. هقلبها بقى كده، ولما تاخد كده داخلة على سوا هبتدي بقى دلوقتي خلاص هي كده داخلة على سوا، انا بختبرها كده لقيتها خلاص اهي داخلة على سوا. هشيلها بقى دلوقتي كده صفيها في مصفى. ويلا بينا بقى، هنا كنت خلاص صفيتها ورجعت بالشكل دوت. هسيبها على جنب بقى، وفي نفس ذات الحلة اللي سلقنا فيها البسلة والجزر والبطاطس هنسبك فيها للطبيخ بتاعنا. نزلت بشويه من الزيت طبعا، ما كانش فيه زبده زي ما قلت لكم، هستكفي بالزيت النهارده. وهنزل طبعا معايا بالبصلايه اللي انا مقطعاها مكعبات صغيره وابتدي اشوحها. ولما تديني اللون الذهبي الجميل وتصفر معانا هنبتدي ننزل دلوقتي بعد ما اصفرت اهي وادتنا اللون الذهبي الجميل بالشكل ده. هننزل بقى دلوقتي بعصير الطماطم. هنا بقول لكم بقى شايفين لونها واخده لون ذهبي جميل. هنزل طبعا بالعصير الطماطم كده على البصله كده، وهبتدي اقلبها بقى، وبعد كده هغطي عليها واسيبها تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. ولا تضغطوا اعلان ولا تروحوا في اي مكان. هنا بقى يلا عقبال ما التسبيكه تتسبك واللحمه تاخد نص سوا، وبعدين نرجع لها تاني نضيف لها البهارات. هنعمل مع بعض كده شويه سلطه فواكه او كوكتيل زي ما احنا بنقول يعني، عشان ندخله التلاجة كده عقبال ما احنا نكمل بقية الاكل يعني. هبتدي اقطع معاكم بقى كده تفاح الاول، هنقطعه طبعا اقشره واشيل القشر اللي في قلبه دوت البذر بتاعه، وهبتدي ان انا اقطعه كده مكعبات صغيره.
ماشي، هقطعه مكعبات صغيرة بالشكل دوت. واحنا طبعا واقفين بقى بنعمل الكوكتيل الجميل بتاعنا كده، ما تنسوش كده دعوة حلوة من قلبكم كده لاخواتنا في فلسطين وفي غزة. ربنا يا رب ينصرهم نصرا عزيزا ويعوضهم عوض جميل ان شاء الله، ويكرمهم يا رب من واسع فضله. اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي مرضاهم ومرضانا ويرحم موتاهم وموتانا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا قطعت خلاص التفاح، هبتدي بقى طبعا اقشر كده موز. طبعا الكمية اللي في الطبق كلها طبعا هقطعها، بس انا بختصر معاكم كده، بقطع كام حاجة وبعد كده اكمل الباقي مع نفسي عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. بحاول بقدر الامكان اختصر والله معاكم في الفيديو. أه بتمنى من ربنا كده ان كل الناس ما تبقاش محتاجة حاجة، وكل الناس تبقى عندها كل متطلباتها والله. ويا رب يطعم الناس كلها من خيراته ويرزق الناس كلها، اللهم امين يا رب، ما يبقاش حد محتاج ابدا. يا رب يا رب، ما يكون في بيت محتاج حاجة ابدا، يعني ولا تكسف اب قدام ولاده، ولا تحرج اب قدام ولاده يكون محتاجين حاجة ومش قادر يجيبها. يا رب يا رب، بحقيقي الايام المفترجة اللي احنا فيها دي، رمضان يدخل على الناس كلها وكل البيوت تكون عمرانة خير يا رب، اللهم امين. أه بشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي واقفين في ظهري ودايما مشجعيني كده وبيدعوا لي دعوة حلوة، وبقول لكم ولكم بالمثل والله. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي بجد. انتوا العوض ليا، يعني انتوا العوض ليا من ربنا. وطبعا الفضل لربنا ثم ليكم. وتشجيعكم ليا وكلامكم الحلو ليا، انا مكملة طبعا في القناة لحد ما ربنا يكرمنا ان شاء الله، والقناة دي تكبر بيكم بإذن الله ونشوفها قناة كبيرة كده يا رب. يا رب انا وكل اخواتي وحبايبي، ويا رب يا ام محمد ووصفة وانا وكل اللي انا بحبهم واخواتي كلهم، يا رب ربنا يا رب يكرمنا في قنواتنا كده، وقنواتنا تكبر وتبقى قنوات مليونية يا رب. ادعوا لنا كده، ادعوا لنا ربنا يكرمنا واحنا بيكم ومعاكم ان شاء الله باذن الله مكملين، وباذن الله هنكبر بيكم ان شاء الله يا احلى جمهورية بعد ربنا. هنا طبعا زي ما شفتوا معايا انا قطعت كده الفواكه كلها مكعبات صغيرة، وفي الوقت ده كنت عصرت عصير موز على فراولة على برتقان، يعني عملت كده كوكتيل من العصير برضو. ونزلت طبعا بيه كده على الفواكه الجميلة اللي احنا قطعناها مع بعض، الموز والفراولة والبرتقان والتفاح كده، وقلبتهم مع بعض كده، وهشيلهم دلوقتي ادخلهم التلاجة عشان يسقعوا. وحطوا اللايك بقى وامسك مايك امسكوا مايك كده يلا وحطوا اللايك يا جمهورية. متنسوش طبعا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. وتضغطوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله ان شاء الله. في الوقت ده كنت كده بصيت على تسبيكة كانت خدت غلوة كده، نزلت عليها بواحدة مالة دجاج وغطيت عليها واسيبها تكمل سواها. وهنا طبعا اللحمة كانت الشوربة هي خدت نص سوا معايا، وهنزل بقى طبعا بالبهارات، ملح وفلفل وكمون وواحدة مالة دجاج ومعلقة من الشوربة البيضة. وهقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده، وهغطي عليها واسيب اللحمة تكمل سواها. وبعد كده هنشوف نعمل ايه تاني مع بعض. اللي وصل معايا لحد هنا يقول هيام شوربة لحمة، لان بجد بجد انا نفسي كانت رايحه قوي للشوربه بتاعه اللحمه، او مش هحط اللحمه النهارده في الطبيخ على فكره، انا مش هحط اللحمه في البسله زي ما احنا بنحطها على طول. النهارده باذن الله هتشوفوا هنشرب الشوربه بتاعتها كده، وهناكل اللحمه وهي مسلوقه كده. انا نفسي رايحه لها كده بصراحه. هنا كانت التسبيكه بتاعه الباميه ايه لا حول الله يا رب، تسبيكه البسله يا جماعه كانت اتسبكت. هبتدي انزل كده بكبشتين من الشوربه. هصفي طبعا الشوربه عشان خاطر ما يبقاش فيها ورق لورا او طماطم او جزر او اي حاجه من اللي احنا حاطينها او بصل. حطيت كبشتين من الشوربه كده، وهبتدي اقلبها كده، وهنزل طبعا دلوقتي بالبسله والجزر والبطاطس عشان كده ياخدوا من طعم التسبيكه ويتسبكوا كده وايه، وياخدوا من طعم بعض كده. هقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعض، وهبتدي اغطي عليها واسيبها بقى تكمل سواها. واللي وصل معايا لحد هنا يقول هيام بسله، عشان اعرف ان انتوا وصلتوا معايا لحد هنا، ولا تضغطوا اعلان ولا تروحوا في اي مكان شفتوا رجعتوا بسرعه اهو. هنا بقى طبعا البسله كانت خدت غلوتين، هبتدي اضيف لها بقى كمان شويه من الشوربه عشان تكمل سواها بقى وتاخد سواها كامل. ومش هضيف لها اللحمه زي ما قلت لكم فيها، انا هسيب اللحمه في الشوربه كده. تمام. عايزين نشرب شويه شوربه حلوين بالليمون كده في السقعه ده، يدفونا كده ويضيعوا البرد اللي احنا فيه ده بجد يعني.
خلاص كده هبتدي بقى ايه، شايفين بقى ما شاء الله البسلة واخدة لون جميل والصلصة حمرا كده، وما شاء الله الطبيخ شكله كده يفتح النفس. بجد والله كان اكل طعمه حلو قوي. هشيل بقى البسلة دي ادخلها على البوتاجاز اللي في المطبخ الصغير، وهنا هنزل بحلة تانية على النار فيها شوية من الزيت، ونبتدي نعمل بقى شوية الرز. تمام. عقبال ما اللحمة تكمل سواها والبسلة تستوي كمان، يكون عملنا الرز بتاعنا عشان يبقى العشاء بتاعنا جاهز. هنزل بعد ما الزيت سخن بالشعرية اهوت، وهبتدي ان انا اشوح الشعرية لحد ما تديني اللون الذهبي الجميل. وبعد كده في الوقت ده كنت غسلت الرز وصفيته، وادي الشعرية كمان خدت لون ذهبي جميل. هبتدي انزل بالرز على طول، ونشوح بقى الرز بتاعنا الجميل ده. كل الكلام الحلو ده كده يلا مع بعضه كده نديلهم تشويحتين، وبعد كده نضيف لها الشوربة. اللي وصل معايا بقى لحد هنا يقول هيعمل رز بشعرية، عشان اعرف ان انتوا وصلتوا معايا لحد هنا. اقسم بالله بحب اضحك معاكم، والله العظيم بحب اضحك معاكم، وانتوا بتكتبوا لي في الكومنتات الكلام اللي انا بقوله ده بقعد اضحك قوي. ربنا يسعدكم ويبسطكم دايما يا رب، ويسعد قلوبكم يا احلى اخوات في الدنيا، ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. هنا بعد ما الرز اتشوح معايا والشعرية، نزلت طبعا بشوية كده من الشوربة. وخلاص ده المقدار الصح للرز بتاعنا. وهبتدي بقى طبعا انا بحط المعلقة كده لما بلاقيها بتغرز كده بعرف ان المقدار صح. هغطي خلاص كده على الرز واسيبه يتشرب، ولما يتشرب ههدي عليه واسيبه يستوي، وبعد كده نرجع مع بعض بالشكل النهائي. وهنا في الوقت ده عقبال ما الرز يستوي كنت جهزت بقى الاطباق بتاعتنا كده عشان نفضي بقى الاكل والعشاء بتاعنا الجميل. يلا بقى كده نفضي مع بعض الاول اول حاجه كده مع بعض سلطه الفواكه او الكوكتيل بتاعنا الجميل ده. هبتدي بقى جبت الكاسات بتاعتي وشيكت عليها كده بالفراوله كده عشان تدي شكل حلو، زي المطاعم كده والمحلات. يعني العين بتاكل قبل البق يا جماعه، فلازم نشيك على اكلنا كده واحنا بنعمله. حتى يعني مش شرط يكون في حد او عزومه او كده، لا احنا بنشيك على نفسنا، نفتح نفسنا على الاكل يعني، ونفس ولادنا وكده. هبتدي بقى افضي كل الكميه ديت، وبعد كده نرجع نفضي الاكل مع بعض. شايفين بقى ده كده الشكل بتاع الكوكتيل بتاعنا، ايه رايكم بقى؟ احلى من المطاعم والمحلات ولا لا؟ وحاجه بيتي وفريش ومضمونه ومعروفه انت عاملاها نظيفه في البيت. تمام. وادي كمان اللحمه الجميله. وايه رايكم بقى في اللحمه كده حلوه وهي كده مسلوقه وجميله تتاكل كده بقى ايه، مع شويه الشوربه يردوا عضمنا بصراحه، يرموا عضمنا كده. وادي الاكل بقى العشاء بتاعنا هنا خلاص كان جاهز. قدمت طبعا معاكم كده الرز بالشكل دوت، الرز بشعريه مفلفل وجميل. وهبتدي بقى طبعا اقدم كده المعالق الجميله بتاعتنا، لكل واحد له طبقه خاص بيه وطبق الشوربه. وهنقدم دلوقتي مع بعض باذن الله البسله. حطيت طبعا كده بقى بتاع الشوربه، وفيها طبعا الليمون عشان اللي حابب يشرب بليمون. وهبتدي بقى دلوقتي اخر حاجه معايا هنفضي مع بعض كده البسله. شايفين بقى البسله واخده لون احمر جميل ومستويه وتحفه وطعمها هايل. بجد بجد والله، يعني مش قادره اوصف لكم جمال الاكل. كان حلو جدا، ما فاتش فسفوسه من الاكل بجد والله. بالف هنا وشفا على كل اللي كل من الاكل ده. هفضي بقى معاكم كده البسله، كل واحد له طبقه. طبعا انا بعمل كل واحد خاص طبق بسله مع طبق رز، عشان كل واحد ياخد راحته في الاكل. تمام. وبس كده يا جمهوريه، كنت فضيت معاكم بقى العشاء كده، وبقول لكم حطوا اللايك بقى واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مملكه هيام ان شاء الله. وده كان عشان النهارده البسله باللحمه والرز بشعريه. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وانتظروا مني كل فيديوهات حلوة بإذن الله مع بعض. وتفضلوا بقى العشاء معانا. احلى لحمة دي ولا ايه؟ واحلى بسلة واحلى شوربة واحلى رز بشعرية واحلى شوية سلطة فواكه او كوكتيل. وطبعا ده كان عشان النهاردة. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. مع السلامة.